القصة الثانية. القصة الثالثة وأختم بها. أحد السلف أصيب بداء الفالج، الشلل، اتشلى، ربنا شلى إلا يده اليمين دي تتحرك وراقي الزمن، مرة يتضايق شديد. شوف الضيق ده بيجيب الفرج، لأنه الزول لما يضيق بيدعو بإخلاص والله بيديه. لذلك قال تعالى أما يجيب شنو المضطر. قام رفع فدية ودعا الله. لما صحى طبعا ما قادر يتحرك، راقد في سريره والوقت وقت السحر. قام رفع يد وسأل الله. شوف سأل الله زود قال شنو؟ قلت لك ربنا كان داير يديك يجري الدعاء الذي يحب على لسانك ليعطيك. أزول دعا دعاء اللهم يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقية يا من نجى يوسف بالرق العبودية يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضية يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى، ما عنده مدير مكتب داير يدخلك بيدخلك وما داير يدخلك بيطيرك. يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودا وكرما. اللهم إني أسألك شفاء عاجلا. فقام على طوله يمشي. فقام على طوله يمشي. يا أخي ده يا إخواننا خلاصة كلامي كالآتي: حل ما نحن فيه من مشكلات بإيمان صادق ومعرفة عميقة وتوبة جادة نرجع بها إلى ربنا جل وعلا. 1. 2. مشكلات الأمة العامة على كافة المستويات حلها في أن نكون مؤمنين وأن نقوي جبهتنا. أما الكفار فإن الصراع معهم قديم ولن ينتهي ولن تكون هذه أول مشكلة ولا آخر مشكلة، لأن عدو دينك عدوك. 3. على مستوى همومك ومشاكلك الخاصة وإشكالاتك التي تحملها اجعل طريقك الأول اللجوء إلى الله الذي يفرج الكرب والذي يكشف الضر ولا يكشف الضر سواه، مع الأخذ بالأسباب المادية المتاحة. وأهم نقطة ألا ننسى في غمرة الأحداث وفي حركة الحياة الدائبة وفي طلب الأرزاق والمعايش ألا ننسى التوكل والاعتماد على الله، وأن لا ننسى أشواق الروح، وأن نعلم أن لهذا الكون ربا مدبرا وإلها مصرفا. العباد في قبضته والأمر أمره والخلق خلقه والعباد عباده والتدبير تدبيره والتصريف تصريفه. اتفقنا يا أخواننا؟ أكون بذلك وصلت إلى نهاية هذه الكلمة، سائل الرب جل وعلا يتقبل منا وإياكم أجمعين ويوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.